واش الدراري معكم روبيو فيديو جديد كالعاده. اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي بزاف ديال الدراري صحابي قالوا لي ندوي عليه. كيف ما كنا دوينا على المشاكل اللي كانوا كيطراو في كلوفو وطرقنا لهم جميع المشاكل، دابا جات نفس الستيل ديالهم هاد المره في الطوموبيل. هاد المره غادي ندويو على شركه ان درايف والمشاكل اللي فيها. علاش كتمشي للمطار 100 درهم، وعلاش الكليان كينقص الثمن، وعلاش الشيفور هو اللي ضايع فهادشي كامل، والشركه اللي رابحه والكليان اللي رابح. خليكم مع الفيديو تفهموا مزيان، كملوا حتى الاخر باش ما تزقلوش حتى شي لقطه، حيت كيهمكم مزيان، بالاخص الا كنتي شي فور في هذه المهنه كيخصك هذا الفيديو بزاف باش ما تضيعش اخويا. اول حاجه قبل ما نبداو خاصك تفهم شنو هي الفي تي سي وشنو هو الستيل اللي خدامه به ان درايف. الفي تي سي هي واحد الخدمه اللي كتكون طوموبيله بريفي، يعني بحال السيد ديال الطاكسي، كيكون فيها كونتور ديناميك بحال اللي غيطلع لكم هنايا. كيكون فيه كيحسب لك المده الزمنيه اللي كتكون غادي بها في الطريق زائد الكيلومتراج، وكتعطيك الثمن اللي خاصو يخلص الزبون. كيف بحالو بحال طاكسي حمر، غير هو الطوموبيله ديال لابليكاسيون اللي كتكون بريفي كتكون زايده في الثمن على الطاكسي. اما بالنسبه للان درايف، هذه النقطه اللي خاصكم تفهموا مزيان، فهي ماشي في تي سي، فهي نقل تشاركي فقط. ما معنى النقل التشاركي؟ يعني انت اصلا خاصك تكون غادي لديك البلاصه. مثلا دابا انت اصلا غادي لعين السباح، كدير واحد لاكورس، كطلع لك واحد الثمن طايح، كديها معاك. كيتسمى داك السيد اللي مشى معاك بثمن طايح، مثلا خلص لك المازوط وشاط لك واحد الحاجه قليله ولا ما شاط لك والو، يعني انت اصلا ما ضيعتش، انت اصلا غادي. اما ملي كتكون دايره خدمه وكتشوف داك الثمن طايح، فانت راه كتضيع بزاف. الفي تي سي نورمالمون ما كتضيعش، لان الكونتور كيكون كيحسب لك كيف ما شرحت لك المده الزمنيه ديال الكورسه زائد الكيلومتراج. هنا كتكون قدرتي فرقتي ما بين النقل التشاركي اللي في اندرايف وما بين الفي تي سي اللي هما في لي زابليكاسيون الاخرين اللي منهم كريم، ايتش، اوبر الى اخره. دابا غادي ندوي علاش كتمشي للمطار ب 100 درهم. قبل ما تعرف هذا الشيء خاصك تعرف واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف. وزاره النقل في المغرب اللي مخرجه الطريف الطاكسيات البيضين الكبار اللي هما اللي كيخرجوا برا كازا، ماشي الحمراء اللي كيمشيو للمطار، مخرجه لهم الطريف فيكس من وسط المدينه الى مطار محمد الخامس ب 250 درهم. الطاكسيات هنا كيحتكروا السوق وتيحاولوا يلعبوا على الكليان مينيموم 300 درهم الفوق، 300، 320، 340، 350. هادشي ما طاريش غير في المغرب، هادشي طاري في جميع الدول في العالم. يعني هنا الفي تي سي خاصو يمشي بواحد الثمن اكثر من الطاكسي. جاش ان درايف وداش واحد الثمن اللي هو طايح بزاف ديال الكيلومتراج اللي هو 100 درهم. هنا كتضيع وكتاكل الشحط، والكليان عاجبو الحال، عوض ما يمشي مثلا 300 الي و300 روتور غادي يكون خسر 600 درهم، يقدر يمشي في ان درايف الي روتور وغطلع ليه غير ب 200 درهم ولا ب 250 درهم. دونك هو رابح. دونك الكليان كيقلب على الحاجه اللي هي اقل ثمن، اذا غادي يمشي لهذيك هي اللي مسلكه. وهادشي كامل غير سياسه دارتو ان درايف باش تدخل تنافس في السوق ديال الفي تي سي بطريقه ذكيه. هي صدقات لها الطريقه صراحه. علاش؟ لان لو جات ديرت هي الفي تي سي ديالها، كاينين لي كونكورونس اللي قبل منها ما غاديش تقدر تحتكر السوق، ولكن فاش طايحه الثمن لهاد الدرجه ودارت المطار لهاد الدرجه، بزاف الناس تكبوا ليها ولات حاكمه السوق دابا ديالها بصح، وعندها البيك ديال لي كوموند. هادشي كامل بصالح من؟ صالح الكليان وصالح الشركه. نعطيك غير مثال، الا كاين 5000 شيفور في المغرب كيدخل غير 500 درهم في النهار، دونك لا كوميسيون ديال ان درايف اللي هي 50 درهم، لا ضربناها في هاد 5000 شيفور فهي كتدخل 25 مليون في النهار على ظهركم وانتم ما جايبينش اخبار. والكليان هو المريقل داير لي واحد لوبسيون اللي كيقدر ينقص الثمن. درنا واحد التجربه من درب سلطان الرحمه طلعت لينا 63 درهم، درنا هذاك لوبسيون ديال نقصوا الثمن قدروا ينقصوه لينا حتى 54 درهم، دونك نقصوا لينا 9 ديال الدراهم. اذا هنا شكون اللي مستفاد؟ الكليان مشى باقل ثمن، الثمن طايح ليه، ان درايف واخد لا كوميسيون ديالها. وشكون هو الضحيه؟ الضحيه هو انت الشيفور. علاش؟ حيت انت عندك لي شارج، عندك لاشين، عندك الزيت، عندك بنوات، عندك لاسيرونس، عندك مازوط، عندك بزاف د الحوايج لانك خاصك تدخل هاد الفلوس وتحيد منهم فلوس كونسوماسيون ديال هادشي وتحيد فلوس ان درايف، وعاد يبقى لك المعيش ديالك اليومي اللي غتاكل منه انت. دونك كون ما كانش الكليان كينقص من الفلوس ديال ان درايف، فكنتي غتكون خلصاك مزيان، لان الخلاص اللي كطلع لك لابليكاسيون ما بين 5 دراهم، 5 دراهم ونص كحد المتوسط، وكتطلع بعض المرات 6 دراهم حتى 7 دراهم. فاش كيجي الكليان وكينقص كتقدر تنزل 3 دراهم، 3 دراهم ونص، ولا كانت المسافه طويله خارج المدينه فكتقدر تنزل حتى ل 2 دراهم ونص. هنا كتكون ضعتي ديال بصح. وهاد لوبسيون ما كانش خاصو يخدم خارج المدينه، لان فاش كتخرج على خارج المدينه كتكون الطريق فيكس وكتكون زايده اكثر من الطاكسيات، لانك انت كتسوق واحد السياره اللي هي بريفي. دونك هادشي كامل علاش؟ حيت واش ما مرخصش هادشي في البلاد؟ هادشي ماشي حيت ما مرخصش في البلاد،
النهار غيترخص وغيبقى هذا الشيء. هذه كانت خطة ذكية لإندرايف باش تحتكر السوق المغربي. دابا شرحت لك علاش منزلة هي الأثمنة المطار، وعلاش الكليان كينقص الثمن باش هو يستافد وهي مستافدة، وشكون اللي ضايع انت. دونك الطريقة الوحيدة اللي عندكم كيفاش ترجعوا فلوسكم، كاينين فاش كدير لاكورس كاينين كيطلعوا لك 4 الاثمنه: الثمن اللي داير الزبون، وكاين الثمن في الثمن اللي كيكونوا زايدين بجوج دراهم بجوج دراهم بجوج دراهم. دونك انت باش تتفقوا كاملين وما تضيعوش في رزقكم، تخليو هذوك الاولى والثانيه والثالثه وتمشيو ديروا هذيك الغاليه كامله. تما هنا الكليان ملي غيشوف ان جميع الشوفريه بخمسه اللي كيطلعوا ليه كيعطيوه نفس الثمن اللي هو طالع، فبز منه غيضطر يعزل واحد فيكم، وفي هذيك الحاله ماشي كتزيدوا عليه، راه كترجعوا غير الفلوس اللي هو نقص لكم فاش دار لا دوموند الاولى. اما الا كنتو متفقينش وكان شي غيطلع ثمن وشي غينزل، ديما الزبون غيقصد هذاك اللي طيح الثمن. درنا واحد التجربه حتى هي، درنا راسنا غندومونديو ونقصنا الثمن وشفنا شكون اللي غادي يطلع لنا الثمن. طلعوا لنا 4 ديال الشراف في الشوفريه، لاكوس كانت فيها 38 السيستيم قص علينا على 34، وثلاثه طلعوها حتى 40، وواحد تنقصها 34. اذا هذاك الواحد حوته كتخلي الشوارع، هذاك الواحد خسر هذوك ثلاثه اللي داروا 40 درهم، والكليان بيان سيغ ما يعزلش هذوك ثلاثه اللي داروا 40 درهم وغيعزل هذاك الواحد اللي دار 34 درهم اللي هو الثمن ديال الكليان، وهذا الواحد كيكون هو اللي خسركم. دونك كلكم خاصكم تكونوا متفقين وكلكم خاصكم تطلعوا الثمن. عينك مزيانك بانت لك لاكورس الثمن ديالها مقاد ما كيتنقصش، ديما ضرب الخط الخضر الكيلومتراج في 5 دراهم. الا خرج لك داك الثمن صحيح راه الكليان ما ناقصش، اذا ما تزيدش عليه، دير بهذاك الثمن. في حاله ضربتيه ولقيتيه ما خرجش لك صحيح، خرج طيح، عرف الكليان ناقص، دونك خاصك تزيد عليه باش يلاه ترجع الثمن اللي خرجت لك لابليكاسيون. هنا خوتي كنظن فهمتكم كلشي وشرحت لكم كلشي باش نعالجوا هذا الموضوع. هذه الحلقه فيها غير هاد جوج اسئله، من بعد غادي ندوزو لاسئله اخرين وغنشرحوا فيهم بلانات اخرين. خليكم معنا ما تزابيوش.